يمكن اول خبر معانا وزي ما قلت لكم يمكن عباس قرار عوده شيكابالا في يد شحاته. يمكن زي ما قلت لكم في برضه على سايت او الموقع الرسمي لنادي الزمالك نازلين بيان دلوقتي من نادي الزمالك بيوضح فيه هذا الموضوع وبيتكلم ان هو مش عايزين يتكلموا في حاجه خالص، وموضوع شيكابالا زي ما قلت لكم في يد حسن شحاته وهيبقى بره النادي لغايه بعد المباراه، وكابتن حسن هو اللي بيت في امره نظرا لحاله فجاه البلبله اللي حصلت امبارح، وعايزين يقفلوا الصفحه دي باسرع ما يمكن ومحدش يتكلم فيها تاني، ويبقى الفرقه مركزه في ماتش الزمالك والاهلي، ويبقى دايما الناس عارفه ان مجلس اداره والنادي كله ورا حسن شحاته بغض النظر اذا كان في حد يعني امبارح هاجم الكابتن حسن. يعني انا عايز اقول برضه كابتن حسن حاجه، مصر كلها بتتهاجم دلوقتي يا كابتن حسن. ده يعني ده طبعا البيان اللي نزل النهارده في نادي الزمالك عن هذا الموضوع، وان هم زي ما قلت لكم القرار في يد حسن شحاته وقرار عوده شيكابالا في يد شحاته، وان مفيش اي حاجه او اي ضغط ومفيش حد يكلم كابتن حسن شحاته انه يلعب شيكابالا او ما يلعبش شيكابالا او يخش التمرين او ما يخش التمرين. زي ما قلت لكم للاسف ناس بتتكلم من بره النادي بشكل مش كويس، ولكن بيتعمل النادي في بلبله كبيره جدا في وقت صعب جدا. المفروض انت عندك ماتش زي اهلي، ماتش مهم، ناس تلم بعض، ولكن في ناس بتطلع من جوه النادي او حوالين النادي بيتكلموا بشكل سيء او بيتكلموا ان في مؤامرات وتربطات بشكل ما اعرفش النيه ليه سيئه للغايه بهذا الشكل. نادي الزمالك ويعني عايز اقول حاجه برضو ان الناس تقول يعني مثلا ذكر اسم ممدوح عباس وعمرو الجناني في هذا الشيء. يعني ممدوح عباس ماضي شيكات وكان جاله امر حبس ولا يعني جاله حاجه بثلاث سنين عشان يوفي التزامات للكابتن حسن شحاته. منين الراجل اللي هيخش السجن عشان نادي الزمالك هيبقى عايز يخلي حسن شحاته شكله وحش؟ يعني كلام مش منطقي ابدا ابدا ابدا. ولكن هو للاسف في ناس عايزه تعمل مشكله لنادي الزمالك باي شيء. كابتن حسن المجلس الاداره بيحترمه بشكل كبير جدا جدا، ونفس الكلام اعتقد كابتن حسن بيحترم مجلس الاداره بشكل ونادي الزمالك مش بس مجلس الاداره، المهم نادي الزمالك يعني. وزي ما قلت لكم ده يمكن عباس قرار عوده شيكابالا في يد شحاته ده اللي ادى او كلام على عوده كابتن الاستاذ ممدوح عباس رئيس النادي الزمالك اندهاشه من الحمله المغرضه التي يدبرها وينفذها البعض في الفترة الأخيرة لإثارة الفتنة داخل النادي بوجه عام وداخل فريق الكرة بوجه خاص. وقال عباس لا صحة لما تردد حول وجود محاولات أو ضغوط من جانب مجلس إدارة على الجهاز الفني أو شخص بعينه لاحتواء مشكلة اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا وعادته لصفوف الفريق القروي قبل مباراة القمة. وشدد عباس على أن قرار عودة اللاعب من عدمه أمر يخص الجهاز الفني وحده، وطلب الجهاز الفني واللاعبين ضرورة التوحد والتركيز. ده يمكن قرار او بيان. عايز اقول امبارح الموضوع اللي حصل مع كابتن حسن شحاته في 2 3 كده اتكلموا معاه بطريقه مش كويسه، هو داخل ده حذف نفسه بشكل كبير جدا جدا جدا. كابتن حسن كان متضايق جدا من الصغيرين، الولاد الصغيرين اللي قالوا له الكلمتين دول، كان متضايق جدا جدا جدا. افراد الجهاز الفني عموما ما شافوا كابتن حسن بهذه النفسيه قبل كده، كان يعني تعبان جدا نفسيا، مش مصدق انه في بيته بيتشتم وهو داخل او يتقال عليه لفظ مش كويس. ده بيته يعني. يمكن حتى بعض الناس قالوا له طب يا كابتن عادي احنا لعيبه كوره ودايما بنتهاجم، قال بس مش في بيتي، مش في نادي الزمالك يحصل فيا كده. وده طبعا امر طبيعي، مش ممكن واحد بيدرب نادي وداخل يلاعب اهلي ويلاقي ناس بتهاجمه عشان خسر المباراه. مش طبيعي مش طبيعي. نادي الزمالك ما دخلش دور 32 دور المجموعات ده من 2008، فبالتالي انت خسرت مباراه واحده ولسه عندك 5 مباريات. مفيش اي داعي للشتيمه، مفيش اي داعي للهجوم الكبير على الكابتن حسن بالشكل الغير طبيعي ده. وبقول له برضه يا كابتن حسن ما تزعلش، لان مصر دلوقتي بقت يعني الحريه بقت زياده عن اللزوم. زي ما قلت لك رئيس الجمهوريه دلوقتي برضه نشوف بيحصل فيه ايه، اي رئيس الوزراء بيحصل فيه ايه، اي حد دلوقتي معرض مش للنقد بقى، للسباب، لكلام مش كويس، لان خلاص ما بقاش نوعا ما لسه الوقت ده هياخد فتره على ما نبتدي نصلح مفاهيمنا تاني في الحريه شويه. فما تزعلش يا كابتن حسن، انت قيمتك كبيره، ومش عشان 2 3 صغيرين هاجموك او عملوا او اتكلموا كلمه مش كويسه تزعل. اكيد لازم تزعل طبعا، لكن هو ده يعني دي كره القدم للاسف الشديد. وطبعا كلنا